الغانمي على عماد المنياوي، فيها ضربة جزاء والا لا؟ مشى الغانمي للمنياوي والا لا؟ الكرة الركنية بقرار من الحكم أمير العيادي، يرفع الكرة، التدخل من يسري العرفاوي، تبقى هي خازن العيادي والمخالفة. النادي الافريقي كرة اخرى وهجمة اخرى، النادي الافريقي في اخر 5 دقائق من زمن الجزء الاول، والتعادل زال 0 مقابل 0. ورقة صفراء للعيادي بعد التدخل الاخير مع فراس عايفية، وعايفية هو اللي يرتكب المخالفة. هذه عملية ضربة الجزاء اللي طالب بها عماد المنياوي مع الحارس زياد الغانمي. تنفيذ المخالفة بين عبد القادر الوسلاتي وبلال العيفة، زوز منفذين بوجهين مختلفين، بلغة الفنيات للوسلاتي وبلغة القوة ستكون للعيفة. ماذا سيختار الوسلاتي والعيفة؟ كيفية تنفيذ هذه الكرة الثابتة وهذه المخالفة؟ تقريبا 25 متر على مرمى زياد الغانمي. الوسلاتي هو اللي خير التنفيذ، رائعة روعة، جول ممتاز من عبد القادر الوسلاتي. الفنيات تتكلم في مخالفة الوسلاتي من بعد 25 متر، تخالد زياد الغانمي. كرة يتفاعل معها جمهور النادي الافريقي وتهتز معها مدرجات اولمبي رادس على مستوى التنفيذ بشكل منبث ولا لا؟ باجية للنادي الافريقي للاولمبي الباجي على الكرة من معز الجمالي في 72 دقيقة لعب. هاي الصورة كرة الاسيست نتاع الوسلاتي ما فماش، ما كيفاش من باس من عند الوسلاتي، راس صابر خليفة. وشوف كيفاش زياد الغانمي مش اي حارس، مش اي جول، مش اي جارديان ينجم يتصدى لكرة صابر خليفة، حب يبلاسيها على اليمين والغانمي كان متفطن بساقيه يفسخ كرة الهدف الثاني. ينجم يبني الاولمبي الباجي ولطفي السبتي على مردود هذا الحارس الكابيتانو الجديد، صغير في العمر لكن كبير في الاداء والمردود. وعبد القادر الوسلاتي مره اخرى الاكسجين نتاع النادي الافريقي. الافريقي كي يتخنق يلقى عبد القادر الوسلاتي سلاك الواحلين. كره من صابر خليفه والهجمه للنادي الافريقي مع محمد علي بن سالم. خليفه يمر يعدي، الثاني الهدف الثاني للنادي الافريقي. مهدي الوذرفي بكرة خرجت من عبد القادر الوسلاتي. صابر خليفة يتلاعب بدفاع الأولمبي الباجي ويسجل الهدف الثاني. مهدي الوذرفي الشاب، مهدي الوذرفي العائد للتشكيلة الأساسية، يحط روحه في مركز راس حربة. شوف خليفة شعمل بمحمد علي بن سالم في مساحة ضيقة على متر ويربح الدويل. خليفة يهرب يعدي ويعطي روتري، وسام بن يحيى هو اللي كان سحب اللمسة والتمريرة الأخيرة، الجولدن بوي في وسط الميدان. صابر خليفة إلى مهدي الوذرفي، وهدف ثاني للنادي الأفريقي في توقيت 72 دقيقة لعب في المباراة. صنع الهدف خليفة وقبله وسام بن يحيى، وكملها في الخاتمة يضعفها مهدي الوذرفي. أخذ الحارس فاروق بن مصطفى فخر العمدولي بهذه الكرة من حد شيء يصنع هجمة، كرة بالراس على مستوى الاستقبال. شوف العمدولي كيفاش كان هو مقدم على الكرة، والالتقاط كان جيد، الارتماء كادت الكرة تباغت الحارس فاروق بن مصطفى. الأولمبي الباجي من المحاولات القليلة متاعه في هذه المباراة. الشوط الثاني ممكن أفضل من الفترة الأولى لأبناء المدرب لطفي السبتي. وكرة من وسام بن يحيى، نادر الخندري، عماد المنياوي. الخندري مرة أخرى إلى صابر خليفة. خليفة على اليسار يعمل في كل شيء، مصدر الخطورة. صابر خليفة من جديد يحاول بالراس وضربة جزاء، يزفر أمير العيادي ضربة جزاء بعد تدخل من يسري العرفاوي. حاول يعمل ازدواجية مقاسية العرفاوي، انتظر العرض على البطيء. كرة صابر خليفة في مناسبة أولى تضرب في العرفاوي. عرفاوي حب يعمل سيزو
يتضرب صابر خليفة، وفي تقدير أمير العيادي ضربة جزاء والتدخل على صابر خليفة كان على مستوى على البطن، وضربة الجزاء الأولى للنادي الإفريقي هذا الموسم، والأولى اللي زفرها أمير العيادي في الرابطة المحترفة الأولى ليه منذ بداية تصفيره في موسم 2014-2015. هذه رابع مباراة ليه مع الكبار. صابر خليفة هو اللي باش يتكفل بالتنفيذ، خليفة الغانمي، صابر خليفة، والهدف الثالث للنادي الافريقي، والهدف الثالث لصابر خليفة في عداد الهدافين في الكونتر. صابر خليفة سجل امام النادي الرياضي لحمام